السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي معانا في مطبخ ريمي. النهاردة هنعمل مع بعض شوربة جميلة بتدفي في الجو ده، حلوة. هنعمل مع بعض شوربة الشعرية بالبطاطس. فمعانا الشعرية، معانا بطاطسية مكعبات، معانا بصلاية مكعبات، معانا معلقة توم صغيرة، معانا معلقة صلصة، معانا في الحلة هنا وطبعا شوربة فراخ، ومعانا هنا في الحلة معلقتين زيت ذرة. هنزل بالبصلايه بتاعتي، سموا الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي. بسم الله. هشوح البصلايه بتاعتي تشويحه خفيفه كده. دبلت البصلايه معايا حاجه بسيطه، احنا مش عايزين نغمقها، مش عايزين نغير لونها كده. هنزل بمعلقه الثوم صغيره تحت المفروم، واشوح. الشوربه دي جميله يا جماعه، بتدفي. لو بقى عندك حبه شوربه فراخ تعمليها جميله حلوه. بنزل بمكعبات البطاطس، معايا بطاطسايه واحده مكعبات صغيره، بنزل بيها واشوحها. في الوقت ده هضيف معايا كركم، ومعايا بابريكا، جميل. الريحه بقى، ريحه الكركم يا جماعه جميله جدا بجد، دخلوها في وصفات ياما من اكلكم، صدقوني. الكركم مهم وحلو قوي، بيزود مناعه الاطفال، مضاد حيوي، جميل، رجاء تستعملوه. وفي الشوربه دي بيدي نكهه خاصه، طعم مميز للشوربه، صدقوني جميله جدا. في التوقيت اللي البطاطسايه فيه بتاعتي بتتشوح، هولع الطاسه فيها معلقه زيت ذره معايا عشان احمر معاها الشعريه بتاعتي. معايا حوالي 5 معالق شعريه كبار. الشعريه خدوا بالكم بيضاعف حجمها لما تنزل في الشرب، عشان كده مش مزوده الكميه. هنزل بالشعريه بتاعتي، هنزل بمعلقه الصلصه، معايا معلقه صلصه كبيره، هنزل بيها، واكمل التشويح هنا. كده دلوقتي عندي شوربه الفراخ بتاعتي غلت، هبتدي اضيفها البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. واللورة بقى في الشوربه بقى، الشوربه جميله يا جماعه. امبارح كنت عامله معاكم فراخ وشفتم الشوربه مطلعه حلوه ازاي. دي الشوربه اللي اتبقت، قلت اعمل بيها طبق شوربه بطاطس هتعجبهم وهتعجب الاولاد. هاخد بالي من شعريتي برضو، مش عايزاها الشعريه بتاعتي تغمق. هعمل ايه دلوقتي؟ هسيب الشوربه
هسيب البطاطس بتاعتي تستوي، وهتكون الشعريه ان شاء الله اتحمرت معايا، ونرجع نكمل وصفتنا مع بعض. بصوا يا حبايبي البطاطس استوت، هضيف لها الشعريه المحمره بتاعتي كده زي ما انتم شايفين. بصوا حبايبي البطاطس بتاعتي استوت، رحت حطيت الشعريه المحمره بتاعتي عليها، ضفتها عليها. هسيبها دلوقتي تاخد غلوتين بالظبط، مش كتير، الشعريه بتستوي بسرعه يا جماعه، وعايزاها تبقى يعني ايه مفلفله كده، مش معجنه. فانا هستكفى كده بالغليان اللي انتوا شايفينه دلوقتي كده. انا يا دوبك سقطتها، هستكفى هطفي عليها كده وهغطيها لمدة 10 دقايق. مش هقدر اقدمها الا بعد 10 دقايق كده، عشان اتأكد ان الشعرية بتاعتي استوت. وبعد 10 دقايق ان شاء الله ارجع لكم نقدموها ونشوفوا شكلها ايه ان شاء الله. حبايبي كان طبقنا النهاردة شوربة الشعرية بالبطاطس، يا رب تجربوه ويعجبكم، بيدفي جدا في الجو اللي احنا فيه ده، وان شاء الله يعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. اشوفكم على خير.